أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. سنتابع خلال هذا الفيديو أخطر 10 أحياء شعبية في تونس. قانون الإصلاحية عادي 6 شهور. اعتمادا على معدل الجريمة وفقا لآخر إحصائيات المصالح الأمنية، حاولت أن أعد هذا الفيديو الذي كلفني جهدا كبيرا من البحث والتدقيق على أمل أن ينال إعجابكم. بداية، توزعت 10 أحياء شعبية على 6 ولايات، وهي تونس العاصمة، سوسة، بن عروس، صفاقس، أريانا، منوبة. إليكم ترتيب أخطر 10 أحياء شعبية في تونس. المرتبة 10، وادي الليل، منوبة. المرتبة 9، المحمدية وفشانة ومرناج من ولاية بن عروس. المرتبة 8، الكبارية، تونس. المرتبة 7، حي الفيتنام وحي المطار وحي السردينة من ولاية صفاقس. وحي الفيتنام وزنقة السردينة أحياء لا تحي لك إلا بالجريمة والفقر والانحراف. المرتبة 6، حي الرياض وبحسينة وخزامة من ولاية سوسة. المرتبة 5، حي ابن خلدون، تونس العاصمة. المرتبة 4، حي هلال، تونس العاصمة. المرتبة 3، حي التضامن من ولاية أريانا. كانت هذه أثار الأحداث اللي شهدتها منطقة التضامن على خلفية قيام مجموعات كبيرة من شباب المنطقة من نهب وتخريب وسرقة الفضاءات التجارية بالجهة. المرتبة 2، الملاسين، تونس العاصمة. إلى الملاسين اللي الناس تخاف منها في الليل، ما يحبوش يدخلوا لها ويقولوا معدل الإجرام فيها مرتفع جدا. المرتبة الأولى، الجبل الأحمر، تونس العاصمة. في النهاية، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة سيف وولف. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.